اقول لكم حاجة حلوة. خلي رنة الموبايل شيء فيه ذكر. بص، النصيحة دي ب1,000,000 جنيه. مش عشان طبعا انا اللي قايلها، عشان هي نصيحة احد علماء الحديث علمها لنا. قال لك قال صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية احدكم اذا هو نام 3 عقد. 3 عقد. عقدة؟ لا، 3. لان المفروض العدد بيخالف المعدود، يبقى 3 عقد. دي حتة كده في اللغة العربية، 3 عقد. بيقول لك يعني ايه الكلام ده؟ قال لك لما تخش تنام الشيطان يربط زي كده ايه، حبل على رقبتك عشان ما تقومش. يعيده 3 مرات. فيقول: نم عليك ليل طويل، نام يا عم ما تقومش تصلي. فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدة، فإذا صلى انحلت عقدة، فاستيقظ نشيطا طيب النفس. وإلا، وانا عارف ان آية هتحس بالإحساس ده دلوقتي، وإلا لو ما صلاش استيقظ خبيث النفس كسلان، مخنوق انه ما صلاش الفجر. طيب، قال لك فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقدة. ممكن الواحد يصحى يبص في الساعة 4:30 الفجر هيقدم بعد 5 دقايق. طب استريح شوية، والشيطان يقول له طبعا هصحيك أنا بعد 5 دقايق ما تخافش. عارف لو استيقظ فذكر الله، يطلع يجري الشيطان اللي قاعد على رقبته ده، ولا قاعد على قلبه. فانت اولا يا آية اذكري ربنا وانت بتنامي، وحاولي تنامي على وضوء. ثم بعد ذلك لو استيقظتي خلي رنة الموبايل ذكر، بحيث لما تصحي على رنة الموبايل. يعني انا رنة الموبايل بتاعتي انا طبعا هطلعها لكم دلوقتي من الموبايل. هطلع رنة، مش هطلع رقم من الموبايل طبعا. رنة فيها ذكر. يعني ايه رنة فيها ذكر؟ يعني هي فين، انت فين، اهي. ما اعرفش تسمعوا ولا لا؟ سامعنا؟ اهي الرنة دي طبعا ده دعاء الذهاب للمسجد اصلا. يعني الرنة دي دعاء الذهاب للمسجد. طبعا مشاري الشيخ مشاري رضي الله عنه وحفظه الله. فليه بقى فيها ذكر؟ بحيث اول ما اصحى عليها اذكر ربنا. وبعدين انا عندي مشكلة زي آية، انا اصلا بقى هشوف الرنة دي عالية جدا اصلا، ساعات ما بسمعهاش. بس بقى ايه، حاطط رنة اعلى منها في الرنة بتاعت الموبايل نفسها. رنة الموبايل عشان اصحابي بيصحوني. انا لو ما بصحاش يا آية على رنة على البتاع ده المنبه، خلي اصحابي يصحوني. وساعات عندي منبه كده كاسيو، اعلانه هو سريع، يعني يصحي بلد برضو. معلش يا آية الفجر يستاهل، انزلي كده حوشي وانزلي اشتري منبه، وربنا يصحيك على الفجر انت وكل حبايبنا اللي بيسمعونا. سالي من